باسم ابو داود من الاهلي مع فهد الهريفي، بيلعبها باسم لكن يشيلها راشد دكان. خطره على المرمى الاهلي، تصل الى ماجد براسه، خطره على مرمى النادي الاهلي، لكن فيصل ذياب رجل الخط رافع الرايه في تفاهم معه من عمر مهنا حكم المباراه. فيصل ذياب مشير وبيتفاهم مع حكم المباراه عمر مهنا. طبعا القرار الاول والاخير في مثل هذه الحالات يرجع الى حكم المباراه، هل ياخذ براي رجل الخط ام حسب مرئياته هو. هذا ما سنرى. هذه الكره لعبها ماجد عبد الله في الزاويه البعيده لمحمد المترو، سكنت الكره الشباك. لا زال كل من ماجد عبد الله ومحمد المترو لاعبين الكبار. تفاهم لا زال قائم بين عمر مهنا وفيصل ذياب حول الهدف، فيما اخصائي العلاج الطبيعي في النادي في نادي النصر ونادي الاهلي حسم حكم المباراه عمر مهنا النتيجه، واعلن هدف ثالث لفريق النصر. اصبحت النتيجه في الدقيقة 27 سجل ماجد عبد الله الهدف الثالث. هذه الكرة مرة ثانية إعادة، أخذ الكرة راشد دكان، كانت خطرة على مرمى النادي الأهلي زي ما قلت، لعبها راشد عالية باتجاه ماجد عبد الله. ماجد عبد الله قفز ولعب كرة في الزاوية البعيدة اللي واقف فيها محمد المترو، لذلك حسب سجل النصر هدف الثالث في المباراة، وتصبح النتيجة 3 أهداف لفريق النصر مقابل لا شيء لفريق النادي الأهلي. هذه إعادة للهدف اللي سجل بواسطة اللاعب ماجد عبد الله. طبعا تفهم اللاعبين حقيقة لدور الحكم وطبيعة عمل الحكم داخل الملعب. لا شك أنه هو بيساعد على خروج المباراة بشكل جيد، بشكل يرضى عنه الجميع، لأنه الحكم حينما يصدر قرار هو متأكد منه، إنما يطبق روح القانون ويستند إلى ذلك إلى القانون الدولي اللي بيحيط بالجميع سواء كانوا لاعبين إداريين داخل أرض الملعب. ثلاثة أهداف لصالح فريق نادي النصر مقابل لا شيء لفريق النادي الأهلي. سجل أهداف المباراة جميعها ماجد عبد الله. الهدف الأول في الدقيقة 37 من الشوط الأول، الهدف الثاني في الدقيقة 43 من الشوط الأول أيضا، أما الهدف الثالث فهو في الدقيقة 27 من شوط المباراة الثاني. من فريق النصر خارج الملعب، انا ماني شايف ماجد عبد الله، يبدو انه ماجد، نعم ماجد هو المصاب، قام الان يتلقى العلاج. هذه اعاده للهدف الثالث. الشلقان عدى من محسن سفر، لعب كره لماجد عبد الله داخل منطقه الجزاء، ماجد اقتنص كره براسه وحطها في الزاويه البعيده لمحمد المترو، اعلن فيها الهدف الثالث لفريق النصر. قام اللاعب المصاب ماجد عبد الله وبتلقى تهنئة وقبلة من بندر سرور لاعب فريق النادي الأهلي، مؤكد فيها الحب والأخوة، وأيضا مؤكد فيها الولاء الكروي اللي بيعتمد اعتماد كلي على التواضع في حالة الفوز، وأيضا الابتسامة في حالة الهزيمة. طبعا الوقت الضائع من هذا اللقاء
سيحسب. تشاهدون على الشاشة إعادة للهدف الثالث. استأنف اللعب بعد قليل بثلاثة النصر مقابل لا شيء للأهلي. اعتمد النصر حقيقة على الهجمات والكرات الطويلة المدى اللي بيلعبها دائما إلى ماجد عبد الله. ماجد عبد الله بالثلاثة أهداف هذه ارتفع رصيده إلى